طبعا انت اكيد شفت لعيبه كتير جسمهم قوي وشكله حلو وكمان مش ضخم، وصدقني هم مش بيعملوا التمارين دي عشان شكلهم يبقى حلو على الشاطئ، لا، في اسباب علميه وراء التمارين دي وازاي انها بتساعدك بشكل رهيب في الملعب. انا اسمي حسام هاني، وفي فيديو النهارده هقولك ازاي تعمل تمارين لياقه بدنيه لكره القدم في البيت، وازاي انا حولت نفسي من كده لكده. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل عشان تتابع كل جديد، ويلا بينا نبدا بس بعد الانترو. اولا قبل ما تتمرن لازم تقسم التمارين لاربع حاجات. اول حاجه هي الابر بادي، بعد كده الكور، بعد كده اللور بادي، بعد كده الاكسبلوسيف موفمنت، عشان زي ما قلت لك تغير شكل جسمك من ده لده، وفي نفس الوقت ما ياثرش على حركتك في الكوره اللي هو ما يتقلكش في الملعب. لازم تتمرن 3 مرات في الاسبوع بس، والتمارين يبقى عباره عن اليوم الاول ابر بادي وكور، واليوم الثاني لور بادي، واخر يوم للاكسبلوسيف. بالنسبه للابر بادي والكور هنشتغل ضغط وعقله ومتوازي وبطن، وهنعمل التمرين بالشكل ده: 20 ثانية ضغط، بعدين 20 ثانية عقلة، ونريح 10 ثواني، بعد كده 20 ثانية متوازي على الدكة، و20 ثانية بطن. كده يبقى عملنا مجموعة. هتعمل 3 مجاميع، هتريح يوم، وبعد كده تعمل تمارين اللور بودي. هنشتغل سكوات بوزن الجسم بس بكذا طريقه: 12 عده سكوات، وبعدين 12 عده سكوات جامب، وتريح 10 ثواني، بعد كده تعمل 12 عده فلوت بريدج. هنعمل برضو 3 مجاميع، وبعد كده نروح لاخر روتين وهو الاكسبلوسيف. الاكسبلوسيف ده هي التمارين اللي بتساعدك تجري اسرع وتنط اعلى وهكذا. وهنا هنكتفي بتمرين واحد وهو سلم السرعه اللي بيتقال عليه السبيد ليفل. انا عامل فيديو عن سلم السرعه لوحده، ممكن تشوفه وهظهر لك فوق دلوقتي. هنشتغل التمارين دي 30 ثانيه لكل تمرين مرتين بالمنظر ده. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. لو انت حابب تطور نفسك في كره القدم في البيت ومن غير كوتش وتتمرن زي الاجانب، انزل اعمل سبسكرايب وانا هقول لك على احسن التمارين اللي الناس بتعملها بره عشان تحسن مستواك. سلام عليكم.